من وين عم تجيب مصاري؟ نعم بابا. عم بسألك. احكي. من وين عم تجيب مصاري؟ عود بابا عود. عود واحكي لي. بالحلال بابا، بالحلال وكل شيء قانوني. نعم، عم بسمعك. عم بشتغل بالكومسيونات بابا، ببيع وبشتري أراضي وباخذ الكومسيونات، بس كل شيء قانوني. قانوني. والدراسة بابا؟ أنا وعدتك بابا إني رح أتخرج هي السنة، يعني رح أتخرج. طيب بابا، بدي أعرف ليش ما قلت لي إنك عم تشتغل؟ لأنه أنت ما بترضى بهالشي بابا. طيب طالما بتعرف إنه أنا ما برضى، ليش اشتغلت؟ لأني ما عاد أقدر طيق الدنيا هيك بابا، ما عاد أقدر طيق العيشة هيك. لأني عم شوف رفقاتي عم يطلعوا ويفوتوا ويروحوا ويجوا ويشتروا اللي بدهم إياه ويعيشوا شلون ما بدهم ويركبوا السيارات اللي بدهم إياها، وأنا أبسط مظاهر الحضارة اللي هو الكمبيوتر ما عندي إياه. بابا هذا أبسط سبب من الأسباب اللي خلتني أشتغل. حكم منك. أستاذ هذا شيك ب5 مليون، تركت لك محل الاسم هون فاضي، تستلمه بمجرد ما تعمل لي وكالة عن محضر الأرض. و3 ملايين البقيانين محسوب قريب يعمل لك شيك فيهم. انت؟ حلو هالكلام، حلو كتير. ليش انت عندك رصيد بالمبلغ؟ لا، بس أول ما بيصير الفراغ بعطيك 3 ملايين. وشو ضمانتهم هدول 3 ملايين؟ يا بيك، أولاً أنت ممكن تعزل الوكالة، ثانياً أنت ممكن تحطني بالحبس لأني ما عندي رصيد. أنا شو مصلحتي؟ أنا عم بشتغل لطالع قرشين بالحلال، مشان هيك عم بضمنك عند الزلمة بأنك ما تعزل الوكالة، وعم بضمن الزلمة عندك بأني أعطيك شيك على حالي ممكن يخرب بيتي. انت صادق وشريف وانا بلشت اوثق فيك كتير. رح اعمل لك الوكالة وفوق الكوميسيون تبعك رح اعمل لك سكرة. يا سيدي الله يديمك، والمحلات بإذن الله بكرة أو بعد بكرة بيكونوا من باعي. عظيم. مرحبا استاذ زياد. اهلا نديم، اهلا اهلا، والله وشك خير علي. ان شاء الله يا رب يكون وشنا خير عليك. هلا بيك. يا سيدي عود، شو تشرب؟ ما في وقت للقعده ولا لشرب شيء. جايب لك محلين مثل الذهب الاحمر. نديم، انا هلا عم اشتغل بالبناء والله كافيه. يا استاذ زياد هدول مربحهم كبير كتير، بتقبضوا قبل ما تنزل رجل عن رجل، وانا مستعد بيع لك اياهم بشهر واحد ومربحهم كذا مليون. شوف، انا رح روح معك بشرط يكون شيء محرز. يا استاذ زياد انا بجيب لك غير الشغلات المحرزه، انت شوفهم بالاول بعدين بنحكي. طيب هلا انت سبقني على السياره وانا بعطيهم تعليمات شو لازم يعملوا بغيابي. سلكت. سلكه.